هاي السفينة. ايش بصير في ليبيا؟ مين فاهم ايش اللي بصير في ليبيا؟ على اي حال نبدأ بزيارة الرئيس تبون لروسيا. هاي زيارة مهمة جدا، مهمة جدا، لأنه البلدين من الواضح أنهم رايحين في اتفاق استراتيجي وتبادل اللي هو الأسلحة، تبادل المعلومات التكنولوجية. أنا عندي إحساس بأنه الجزائر الآن طبعا عائدة بقوة، عادت في إفريقيا وطردت إسرائيل من الانضمام للاتحاد الإفريقي، واستطاعت أنه تستقطب الدول العربية من خلال القمة اللي عملتها والمصالحة الفلسطينية. الآن في نقلة تسليحية ضخمة جدا وتعاون اقتصادي كبير جدا بين الجزائر وبين روسيا. الجزائر تعود لأيام الرئيس بومدين، هواري بومدين، يعني حقيقة يرجعوا للثوابت الجزائرية الأساسية. ففي نص البيان الختامي زي ما قلت على توقيع اللي هو اتفاق تعاون تجاري واستراتيجي في كل الجهات او في كل المواضيع، واهمها اللي زي ما قلت تبادل التكنولوجيا. الجزائر كانت اول دوله او من اوائل الدول اللي اخذت اللي هو منظومه الصواريخ اس 400 ومنظومه الصواريخ اس 300، وربما الان في خطه يعني للحصول على صفقه الاس 500. يعني لما اعطوا الجزائر الاس 400 ما كانتش في دوله حاصله على هذا النوع من الصواريخ، حتى تركيا ما كانتش حاصله عليها، ولا سوريا، ولا اي دوله قريبة لموسكو. هذا بيأكد بأنه العلاقة قريبة جدا. الآن التبادل التجاري بين الدولتين في حدود 3 مليار دولار سنويا. أنا أعتقد هذا حيزيد. الأمر الآخر أنا لا أستبعد لما توقفت كثير عند كلمة التكنولوجيا، تبادل التكنولوجيا السياسية والعسكرية. طب إيش في تكنولوجيا الآن بدها إياها الجزائر؟ بدها التكنولوجيا النووية. يعني هذا الآن كلهم بدوروا على التكنولوجيا النووية. طبعا الهدف الأساسي أو الغطاء الأساسي أنه هذه تكنولوجيا نووية سلمية، يعني إقامة منشآت نووية زي ما حصل في إيران، وبعدين تتطور العملية، بتبدأ تخصيب 3%، بعدين 6%، 20%، 60%، الله يعلم وين بتوصل. فبتكون بهالبداية العالم كله متجه للردع النووي بطريقة أو بأخرى. أنا لا أستبعد أنه يكون من التبادل التكنولوجي هو أن دخول الجزائر اللي هي السباق النووي السلمي بين قوسين. فهذا مهم. الأمر الآخر أنه الرئيس فلاديمير بوتين رحب بعرض الجزائر القيام بوساطة في الحرب الأوكرانية. يعني هذا كانت ملفتة للنظر، وأنه قال نحن بنثق بالجزائر وخبرة الجزائر، توسطت في الحرب بين العراق وبين إيران، توسطت الإفراج عن أسرى، يعني في يعني خلفية مهمة في هذا الإطار. طالما احنا بنحكي في البرنامج أوكرانيا، الوضع في أوكرانيا الآن حقيقة، خليكم من الإعلام الغربي، وأنا عايش وكتبت